بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جالنا سؤال على القناة بيقول ايه هي الأملاح المعدنية المتخصصة للأرانب. هو يقصد الأملاح اللي أنا شغالة بيها اللي بحطها للأرانب، لأن أنا قلت إن هي دي بستعملها بديل عن الحجن. في صورة الأملاح المعدنية اللي أنا بستعملها اسمه فوس آر. فوس آر ده بنستعمله 1 سنتي لكل لتر مية، 1 سنتي لكل لتر مية. تمام، بس ما بطولش مدة الأدوية عن 6 ساعات ل8 ساعات، 8 ساعات في الشتاء و6 ساعات في الصيف. لو الجو حر ما بخليش الأدوية تتعرض للحرارة. الجزايز بتاعة الأدوية لازم تتحفظ في التلاجة بعد الاستخدام، يعني ما سيبش الجزازة موجودة في الحر. تمام، واستعملها. لازم تحط الجزايز الادويه لازم تتشال بعد كده في التلاجة. الفوس ار ده بيتكون من ايه؟ بيتكون من فوسفور ومنجنيز ونحاس وزنك ويود وسيلينيوم وحمض ستريك وميه مقطره. ده كده الاستخدامات بتاعته. دي المكونات بتاعته. استخداماته بيستخدم في حالات الكساح، وبيستخدم في حالات لين العظام والمفاصل، ومضر للألبان. يعني بيخلي بستعمله للأرنبة العشر واللي بترضع علشان يزود لي اللبن. وهو عبارة عن ايه كمان؟ خليط متكامل من الأملاح والمعادن اللي بتحتاجها الأرانب. الخليط ده انا بستعمله امتى؟ بستعمله كل يوم. انا يوميا بحط املاح ومعادن بحط منه للارانب. بس لما تكون الارنب عشر، بقلل الكميه شويه، خوفا من ان يحصل عندي تضخم في الاجنه فيحصل عندي عسر ولاده. فانا بحط يوميا للارانب، بس بقنن الكميه شويه، بقلل كميه الاملاح اللي محطوطه للارنبه العشر. بس امتى؟ بعد ال20 يوم. يعني بعد ال20 يوم من العشر يبقى فاضلها 10 ايام. ما بكترش، بحط كل كسر يوم. خلاص، بعد الولاده بقى بحط لها على طول يوميا. بحط يوميا املاح ومعادن للارانب. انا بكون معطشه الارنب. مثلا الارانب بكون معطشاها ما بين الساعه للساعتين، وبحط لها الميه دي للارانب التسمين. ارانب التسمين بينفع معاها الاملاح والمعادن علشان خاطر يحصل عندي تحول، وتاكل الاكل بتاعها والعلف بتاعها، فيحصل عندي تحول في الوزن سريع. الارانب ما تقعدش عندي وتطول وتاخد مده طويله على ما انتاج اللحم بتاعها ما يكتمل. ده منظر الارانب وهي بتشرب الميه، وهي بعد ما كانت عطشانه يعني، وحطيت لها الميه وشربت منها. اسيبكم تتفرجوا عليها، واذا عجبكم الفيديو وعجبكم المنتج ده ممكن تشتروه من اي عياده بيطريه. وكمان ممكن تشتروه موجود متوفر ومتاح على امازون. اذا عجبكم الفيديو اعملوا لي لايك واشتراك، واكتبوا لي تعليق حلو. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.